بنحاول نوسع المسافة بين الفقرات. لازم اتأكد انه كتافي هتستحمل. في حاجة بتشدني من فوق ومرفوعة من الحوض. اجيب مناخيري شوية عند ركبتي، ولازم نفرق بين الآلام والشد. عايزة أوريكم شوية تمارين للناس اللي مصابة بانزلاق غضروفي في الفقرات القطنية. حاجة بكررها دايما وهقولها برضو المرة دي. أول حاجة هنسأل الدكتور اللي بيعالجنا ووريله التمارين اللي موجودة، يعني ممكن قوي تكون التمارين دي مش كويسة للحالة بتاعتكم. احنا عادة بنحاول نوسع المسافة بين الفقرات، بس ده في انزلاق، فيا ترى انزلاق يعني في فقرة طالعة من مكانها ولا لا؟ فعشان كده ضروري قبل اي حاجه نسال الطبيب بتاعنا. غير كده في حاجه مش هقدر اوريها لكم دلوقتي، في البارات اللي بتتعلق في الباب عشان الواحد يتعلق منها فالعمود الفقري يطول، فده مفروض انه كويس، بس لازم اتاكد انه كتافي هتستحمل قويه وانه دراعاتي هتشيلني. انا مش هعمل ولا حاجه بدراعتي، بس همسك البار وهتعلق، رجليا تبقى مش طايله الارض. غير كده بقى بنعمل دايما تسخين للعمود الفقري. التسخين بحب اقول عشان اتاكد انه هتتعمل دايره، يبقى بقول شهيق، اجيب كوعي مع بعض، اطلعه عند الودان، وزفير افرد وانزل، كوع مع بعض، افتح. ممكن اخلي دراعي مات بالنسبه لي، افرده في الاول، نفس، وبعدين اعملها بالعكس. هدور شويه الظهر، فالعمود الفقري بيتحرك، بيتدور شويه وبيتقوس شويه، وبعدين لورا والقدام، فمسخنينه. وبعدين عايزين نطوله وانا قاعده كاني بطول السقف. وبرضه الاحساس ان انا مرفوعه من الحوض، في حاجه بتشدني من فوق ومرفوعه من الحوض. بعدين ممكن بالدراعين اطول اطول اطول، الرقبه طويله، العمود الفقري طويل. التمرين المعروف برضو كويس، وانا قاعدة هريح خالص واحس بوزن راسي، وزن دراعاتي، وانزل لغاية الارض او لغاية ما جسمي يسمح لي من غير الام. وخليني هنا فترة اتنفس، ارجع تاني بالعكس. ويستحسن اول ما اوصل لفوق كتف لفوق والورا والتحت. حاجة تانية بنبقى محتاجين الإطالة هنا، فاللي احنا عملناه دلوقتي بيبعد الفقرات دي عن بعض. التانية برضو ممكن وانا قاعدة احضن رجلي، بس يستحسن من تحت كده، واجيب مناخيري شوية عند ركبتي، وشهيق، اريح، زفير، اركز اكتر، اجيب برجلي ناحيتي عشان الفقرات دي تبعد عن بعض. عملت بالرجل دي، اعمل بالرجل التانية. لازم نعرف اي الام، اعرف ان الحركة دي مش مناسبة ليا، ابطلها على طول. ولازم نفرق بين الالام والشد. اوقات احنا بنعمل اطالة بنحس بشد، طول ما هو مريح مش مؤلم يبقى مفيد، مؤلم على طول نبطل.